كانك بين 13 و 18 الفيديو هذا باش يفيدك على الاخر، خاطرني باش نعطيك النصائح اللي كان يرجع بيا الوقت نعطيهم الهاني اللي عمره 13 سنه. النصيحه الاولى هي to stop worrying what other people think of you. خليني نرسم لك تصويره في ذهنك باش تفهم الحكايه على قاعده. تخيل اراء الناس كدوره كبيره وانت في وسط الدوره هيك. انت ايش لازمك تعمل؟ لازمك تمشي تجري وتدخل في الحيط بكتفك وتكسر وتكمل تجري، وهكا باش تحط في سيناريو منزوز. يا اما باش توصل لاهدافك وتولي معلم والعباد تكونوا منبهره بيك، والا باش تفشل وهكا تحطيت يا اما في اخيب سيناريو والا في احسن سيناريو. اما كان باش تقعد في وسط السيركل هوكا ليك باهي ياسر وليك خايب ياسر، هوكا افريج. وانت كما تحب، كانك تحب تعيش افريج اقعد ما تعمل شيء واهتم براء العباد، وكانك تحب تعيش حياتك بالرسمي وتعمل حاجات في حياتك توصل لهدفك، وقت لازمك تخرج من السيركل وتبدا انت تقرر شنو باش تعمل وتبدا تعمل اللي تحب عليه. تحب تتعلم سكيل جديده تعلمها، تحب تدخل ترينر ابدا تدخل ترينر، اي حاجه كنت تحب تعملها واراء العباد شادينك عليها طوع اعملها. النصيحه الثانيه هي تو جيت فيزيكلي سترونجر. وانت مادامك تحب تخرج على القطيع وتبدا تعمل شنو تحب، لازمك تكون قوي فيزيكلي ومنتلي، وكي تولي قوي فيزيكلي تولي زاد قوي منتلي، خاطر العقل السليم في الجسم السليم. معناها برا ابدا ترينر في الجيم، برا اجري، تدخل ترينر بوكس، جيت فيزيكلي سترونجر. خاطر الحاجه دي بخلاف انها باش تردك قوي واتراكتيف وهيلثي، باش تردك سيلف كونفيدنت وسيلف اشورد، وباش تولي كانسان انترستينج اكثر، خاطر باش يولي عندك سكيلز جدد وهوبيز اتراكتيف. in the process of getting stronger باش تتعلم الديسبلين. وهذه باش تهزنا النصيحه الثالثه واللي هي to party intentionally. وما نقصدش كان البارتي، نقصد اي حاجه عندها علاقه بالجو هيك، خرجت مع اصحابك، خرجه نتاعك ماشيين لانيفرسير، ماشيين تفرجوا في ماتش، اي حاجه عندها علاقه بالجو هذا لازمك ترد بالك كي تعمل مع الحاجات هذو، خاطر تنجم تحصل وتولي مدمن على الجو ومن بعد هيك تسيب حياتك تخليها تدخل في حيط. وفي الفتره هذه باش يكثر الجو كيما قلت لك، كل يومين بارتي، خرجه، انيفرسير. انت لازمك ما تكونش مدمن على الجو، ولازمك ما تخليش يدمر لك حياتك وتقعد ديما ان كنترول. وكيما قلت لك في النصيحه الاولى ما تسمعش كلام العباد، خاطر باش يقولوا لك تشبيك ما تخرجش صح يا اخي، خرجه باش تفسد لك الدنيا كله. ما تسمعش الفهم نتاع العباد ونظم امورك وحط بريورتيز في حياتك. كي يبدا عندك نهار فاضي وتحب تعمل جو برا، اخرج معهم عادي. والجول جيتر سيستم تاعي باش يعاونك في الحاجه هذه، خاطر باش تولي تعمل براكتيكال بلانز يوصلوك الجولز نتاعك، وباش تولي تنظم حياتك. هكاك تولي تنجم تشوف هناهم الاوقات اللي انت فاضي فيهم وتنجم تمشي تفرد فيهم. معناها كانك انترستد برا اللينك في الديسكربشن تلقى اكثر ديتيلز غادي وتفهم اكثر. النصيحه الرابعه هي انك تصور حياتك اكثر، معناتها خذ اكثر تصور واكثر فيديوهات. علاش؟ خاطر احنا بريسك نهارتنا كل كيف نقوم نخدم على بيرسونال بروجيكت كان فما، نمشيو نقراو، نروحو نفطرو، نرجعو نقراو، نروحو نعملو شويه سبور، بعد نحلو شويه سوشيال ميديا، من بعد نرقدو. النهارات كلك كي تعديو كيف. لما نقولوا مره في الجمعه تصير حاجه سبيسيال شويه في نهارك هيك. if you don't capture it كان يجيك بعد جمعتين تنساها. خمم فيها الفازة، كان ما تفكرش المومنت ساكم تقولش عليك ما عشتهمش. معناها انت كي ماكش قاعد تصور في حياتك باش تتفكرها في المستقبل، تقولش عليك قاعد تقصر في حياتك. هيك علاش انا ملي شريت التليفون وليت كل شيء نصور، طوع حياتي كل موفقه. وقبل 6 شهور تعلمت حاجه اسمها هوم وورك فور لايف. الحاجه اللي تعلمتها في كتاب اسمه ستوري وورثي. الكاتب اش قالك كل نهار فيه قصه. معناتها انت كل ما تكمل نهارك لازم تعمل الهوم وورك نتاعك، واللي هو انك تلقى سبيشال مومنت هيك وتكتبه. تقول مثال خرجت انا واصحابي، عزيز سروالو تقطع، ما لقيناش تاكسي، ما لقيناش ستوب وروحت نجري. تكتبوا هكا رجست، من بعد كي باش تقرا تتفكر القصه كامله. مثال انا اول تيم صار لي سبيشال مومنت هيك، خرجت انا واصحابي في العشيه، مشينا للفري بك وعملنا دوره شرينا حاجات، ومن بعد قعدنا نعطلوا في المرواح. كل ما نجيو نروح نقولوا خلينا نعملوا حاجه هيك، خلينا نمشيو للبارك، خلينا نشريو درا شنو. قعدنا هيك نعطلوا في المرواح لين جا الليل في الاخر قررنا باش نروح. مشينا احنا مروحين وفما ثنيه معناتها اللي باش تمشي هيك وتدور وتعاود ترجع. جانا صاحبنا قالنا لا طويله هيك، قلنا نشقوا على دار الشباب، ندخلوا من الباب بعد نشقوها نخرج من الباب التيراني. كان نتسمعوا لنا شقه عربي. قلت باهيه فكره ذكيه ما باش نربحوا وقت. مشينا على دار الشباب وعملت هيك نلقى باب مسكر. قلت له يتلف باب مسكر سايبر نروح. قال لي لا مانيش داخلين من الباب. بعد مشينا قدمنا شويه نلقى كيما السياج حديد وفيه دخل. قالنا من هنا الباب. قلت له هذا مش باب، هذه دخله وممنوع. قال لي تدخلش عليك هذه. قلت به ندخل مساج. مشينا دخلنا، مشينا قدمنا مشينا للباب اللي يحكي عليه لقيناه مسكر. قلت له هي كيفاه تو؟ قال لي مشيو الباب الاخر. مشينا للباب الاخر لقيناه مسكر، اما الباب هذا كان نجمو نتسلقوه. قلنا مالا نتسلقوه نروحوا من هنا. بعدين انا طلعت هبطت الباق ضربت ركبتي في الباب، قعدت حتى اليوم توجع فيا ركبتي. من بعد خويا عزيز نقص سروالو تشرك.
باح تو سروال بشرك مش هيك تخبي في ركنه قال لي نبدل سروالي معناها مشي للفريب هو شرا سروال من الفريب قال نبدل سروالي تو مش قعدت في ركنه يبدل في السروال وقال لي يجي يغطي عليه هو يبدل في السروال نعمل هيك عبيد خارجين دار شباب يقول بدل في سروال مسكين تقطع بعد كمل بدل سروال مشينا مروحين احنا مروحين وصاحبي قاعد يقول لي باش ترسيكم تروح على ساقيكم ما فماش تاكسيات قلت لا باس فما تاكسيات مشينا المحطة نلقى جيش نتاع عباد مليون انسان غادي يا اخي ايسنا مشينا روحنا لساقينا وعدينا مو داري ابعد دار صحابي كلك وصلوا لديارهم وعزيز قال لك صاي ما عادش نجم يمشي مشى وقف ستوب رصت لي مروح وحدي قلت عادين نعرف نجري يا خير روحت نجري هو تعدى كنهار باهي وفيه ستوري وكان ما عملتش انا الهوم ورك نتاعي راني ما عنديش توا ستوري هذه راني حكيتها لك في الفيديو هذا الهوم ورك بخلاف انه باش يخليك تعيش اكثر باش يردك انسان انترستينج اكثر واللي هي النصيحه الخامسه become more interesting الهوم ورك باش يخليك انترستينج اكثر على خاطر باش يولي عندك كولكشن نتاع ستوريز وكل ما يكون عندك ستوريز اكثر كل ما تكون انترستينج اكثر خاطر العباد يحسوك عشت ياسر ومش معناتها عمرك طويل معناتها عشت ياسر عشت ياسر معناتها عشت حياتك كيما يلزم معناتها you lived your life to the fullest وهذه حاجه interesting و attractive ما مش العباد كل عاشوا عندهم قصص العباد ناسينهم خاطرهم ما يعملوش في الهوم ورك نتاعهم نجم يكون صاحبك عنده 100 قصه وحياته interesting اكثر من حياتك 1000 مره اما تفكر كان 3 قصص وانت عشت 5 قصص وتتفكر 5 قصص شكون انسان interesting اكثر انت كما قال هاني you are as interesting as the amount of interesting stories you can tell والنصيحه هذه هي المين ايديا اللي يتمحور حولها الفيديو خاطر باش تعيش السنين هذا من 13 ل 18 بالكدا لازم تكون انترستينغ خاطر كي تولي انترستينغ تولي سكول ستار وتولي عندك برشا كونفيدنس وتولي شيخ بحياتك وانا خاطرني عشت بالقواعد هذا تو بالرسمي فرحان بحياتي على الاخر باش نحكي لك حكايه باش تفهم كيفاه انك تولي انترستينغ باش يعاونك تكون سكول ستار فما نهار وقتها في العطله وخويا الكبير مازال كيروح من المسيره جرب كان يقرا في فاكولتي وروح في النهار هيك وقتها في رمضان في الليل والدنيا بارده ياسر واحنا خارجين باش نجري انا خارج في شورت ومريول قطن خفيف عاد احنا نتمشيو هكا باش نوصلوا للكياس باش نبداو الجري نتاعنا احنا نتمشيو هكاك وقعدت نحكي له على مغامراتي في الليسي واحده من القصص هذم هي انا ونعم في الهاند ستاند خاطر شفت وين نبدا عندنا ساعه سبور ونوصل بكري ما نقعدش هكاك نستنى نمشي كفما بلاصه فيها كازون نمشي نقعد غادي نعمل في هاند ستاند كل مره يجيو حدايا اصحابي كنتاع باش نعلمهم كيفاش يعملوا هاند ستاند ونقول لهم باش يريقل ساقيه باش كيفاش يشد الكليبر فزيتك معناتها نبدا نعلم فيه شويه شويه بعد وقت انا نعلم في صحابي هيك من بعد وقفت عملت هاند ستاند والمره هيك بزهر هيك عطلت ياسر معناتها العاده نقعد 20 ثانيه 30 ثانيه المره هيك قعدت دقيقه واقف عاد انا كيكا واقف هكا ونحاول نشد في الكليبر باش نقعد اكثر وقت ممكن من بعد هبطت نشوف في 50 ولا 60 انسان يتفرجوا وقت خاطر جماعه التروزيام والباك يقراو سبور في نفس الساعه نتاعنا عاد بنات وولاد كل عرفت كان ستاد كامل كلهم يتفرجوا ونشوف في بروف سبور جاي من غادي عمل لك برافو هاني عندك بليس دو في سبور تخيل انت الموقف هيك عرفت تكون هكا مازلت عملت كفازه طايره بعد تهبط تشوف جمهور كامل يتفرج فيك عرفت الناس كلها عرفت منبهره نتاع واو شوف شو عمل هذا شبيك يا اخي شبيه معلم ومن بعد تشوف بروف سبور جاي من غادي ويقول قدام الناس كلها عرفت معلم هاني عندك بليس دو في سبور شوف كيفاه انا جست خذيت شويه وقت من حياتي باش نتعلم سكيل ونكون انسان انترستينغ اكثر شوف شنو جاني وباش نختم لك النصيحه هذه بكوت قالها دان كو if someone can put you in a box you have no personality النصيحه السادسه اللي باش تعاونك تكون مور انترستينغ هي انك تعمل اتراكتيف هوبي خاطر كل هوبي تزيدك دايمنشن في البيرسوناليتي نتاعك معناتها كل ما يكون عندك اكثر هوبيز كل ما تكون انترستينغ اكثر خاصه كي يبداو الهوبيز اتراكتيف مثال انك تتفرج في السيريات ماهيش هوبي اتراكتيف هذه ديما نسمعها في اول نهار قرايه في حصه الانجلي يجي البروفيسور واحد يقول له وات ار يور هوبيز يقول له واتشينغ فيلم يمشي للاخر listen to music خليني نعطيك شنو هما الهوبيز الاتراكتيف الهوبيز الاتراكتيف هما الهوبيز اللي يعلموك حاجه تجيك منهم سكيل واغلب العباد ما يعملوهمش هيك علاش واتشينغ فيلم ماهيش هوبي اتراكتيف خاطر عباد ربي كل يتفرجوا في الافلام يتفرجوا في السيريات الرننج مثال اتراكتيف خاطر يوري اللي انت عندك ستامينا اللي انت ديسبليند واللي انت قوي منتلي وفيزيكلي الفايتنج زاد اتراكتيف خاطر يوري اللي انت capable of violence وديما العباد الكيبل اوف فايلنس يبداو ريسبكتد الويت ليفتنج زاد هوبي اتراكتيف خاطر يولي بدنك مزيان وتولي انت بكلك اتراكتيف الكاليستانيك زاد هوبي اتراكتيف ياسر خاطر لازم يولي بدنك مزيان زيد تولي سوبر هيومن كيولي عندك سوبر هيومن سكيلز الرايتنج زاد اتراكتيف ياسر معناتها انك تتعلم تكتب والسكيل هذه قاعد نتعلم فيها تو وكل ما نزيد نتعلمها كل ما نزيد نتاكد اللي هي مهمه ياسر في الحياه خاطر هي سكيل اللي تعلمك تشد افكارك اللي في مخك
وتخرجهم هكا وتكتبهم بطريقه دايجستبل ومفهومه وافيشنت، معناها تفيدك في القرايه، في الخدمه، في اي حاجه في حياتك. الريدنج زاد اتراكتيف ياسر، خاطر يوري اللي انت انسان نوليدجبل وعندك حاجه في راسك، ماكش كي عامه الناس كيك تمشي في الدنيا والكل. وفما برشا هوبيز اتراكتيف، انا جست الهوبيز هذا هما اللي جاوا لمخي. انت شوف الهوبي اللي جات لمخك وشوفها تنطبق عليها القاعده ولا لازم تكون تعلمك سكيل ومش عباد ربي كل يعملوا فيها. النصيحه السابعه اللي باش تردك انترستنج اكثر هي انك تتعلم هاي انكم سكيل كيما سيلز، ماركتينغ، فيديو اديتنج، ديزاين، رايتنج والكودينج. الهاي انكم سكيلز باش يردوك مور انترستنج، خاطر باش يزيدوك دايمنشن واحد اخر في شخصيتك، وباش يردوك كونفيدنت، وباش يردوك مور كيبل، وباش يجيبوا لك مصروفك. وانت من بعد كان تحب تكبرها الحكايه تنجم ترد بزنس كامل. هو باش نحكي لك حكايه تبين لك صحه الكلام اللي نقول لك فيه، خاطر الشيء اللي نقول لك فيه هذا ما جبتوش من شات جي بي تي وقاعد نقول لك فيه، هذا الشيء تعلمته وطبقته في حياتي ونجح. هيك علاش قاعد نقول لك فيه. انا اول سيريس بزنس بديته بهوبي وسكيل واللي هو فتنس كوتشنج. انا عندي هوبي واللي هي الويت ليفتنج. وقت اللي ندادي باش يبداو يترينيو معناتها وصلوا 15 16، وقتها انا ديجا عندي 3 سنين نترين، معناتها عندي ذا تينيجر دريم بودي وعندي 3 سنين اكسبيرينس. تعلمت سيلز ومشيت تعلمت شويه بيزكس تاع بزنس كيما البرايسنج، ومن بعد طول مشيت نراني في صحابي ونجحت، خاطر بالرسمي نعرف نراني معناتها مش نقلب فيهم. عند الكلاينتس الاولانيين عملوا بدونات باين بالشهرين الاولانيين، بعد قالوا لاصحابهم، بعد زادوا الكليونات، ومن وقتها ولاد ليسي كل يقولوا لي كوتش هاني في الليسي. شفت كيفاه كل شيء مربوط ببعضه. قلت لك تعمل سكيلز، تعمل هوبيز، تركبهم في بعضهم، تولي انترستنج اكثر، يجيك ستاتس، تولي تعيش ذا سكول ستار لايف. وحتى خويا عمل نفس الحكايه، تعلم يكودي من اللي هو يقرا في السابع، بعد عمره 12 ظهر لي، بعد تعلم هكا شويه سيلز، ومن وقتها بط يبيع لاصحابه في الكوليج هكا في ويب سايتس، وبدا يعمل لهم في السكول بروجيكتس بالفلوس. دونك اختار سكيل تحسها باش تعجبك وبدا تعلمها من طول. النصيحه الثامنه هي انك تتعلم تتعامل مع القرايه. ما تخليش القرايه تولي يور هول بيرسوناليتي وتولي هيك صاحبنا اللي يمشي للبروف يقول له مسيو راك عطيتنا شرح نص، وما تكونش هيك الانسان اللي مدخل القرايه في حيط ومش حاسب لها حساب وباقي هيك يقرا ويجي الليسي. يا اقرا على قاعده يا بطل، خاطر القرايه بروجكت ماهيش لايف ستايل. رد بالك تطيح في البياج هذا، خاطر تولي القرايه هي اللايف ستايل نتاعك وانت من اصله ما تحبهاش. تولي تفيق تمشي تقرا، تروح تفطر، ترجع تقرا، تروح تحل السوشيال ميديا وترقد. هيك ولات القرايه هي البروجكت الوحيد في حياتك وباقي ماكش قادو. على الاقل قراي عنده بروجكت واحد في حياته وقادو كما يلزم، اما باقي حياته مش باهي. لازم تكون هك الانسان اللي قادر يروح في القرايه اما في نفس الوقت عنده سكيلز وعنده هوبيز وعنده حياه معه. وراهي سهله القرايه، معناتها سهل انك تجيب 15 ولا 16. ما عليك انت تتعلم كيفاش تقرا وتركز في الكلاس، وباش تعلم تقرا ما عليك انت تمشي اليوتيوب وتفرج في فيديوهات نتاع كيفاش تقرا وتعلم هكا شويه تيبس وتريكس تاع برودكتيفيتي وتكون ديسبليند وتطبقهم. نجم تمشي تشوف فيديوهات ولا تنجم تستنى شويه حتى هكا قريب تبدا القرايه. ممكن نهبط فيديوهات نتاع كيفاش انا نجم نقرا وفي نفس الوقت كان حافظ على حياتي، كنا نترينا ونبدا عندي سكيلز وبدا عندي هوبيز ونعيش معناها. النصيحه التاسعه والاخيره واللي هي انك تتعلم تلبس. اهم نصيحه نجم نعطيها لك هي انك تلبس مينيماليستيك كلوثز وما تخافش ماكش باش تبان بورك، خاطر كي تسمع كلامي باش تكون انت ديجا بديت تترينك وعملت بدن مزيان. وكي تعمل بدن وتلبس حوايج يولي بدنك يصنع الديتيلز في الحوايج ويعمل لهم ستراكشر وهكاك تبان مزيان ياسر. كما قال البوكسينغ كوتش نتاعي لو بلو سامبل لو بلو بو. دونك برا اعمل دور على يوتيوب، شوفك الفاشن فيديوز وابدا شوف الستايل اللي يعجبك. المهم اختار ستايل وتعلم البس الستايل هكا، وديما البس نيوترال كولرز، خاطر كيما قلت لك كي تكون بدن قد ما تكون لبستك مينيماليستيك اكثر قد ما خير، وما فماش كولرز مينيماليستيك اكثر من نيوترال كولرز. وزيد كي تلبس مينيماليستيك تولي تظهر افورتلس، عرفت تقولش عليك كقوم تلقى روحك لابس بالقدام مش بالعاني، فهمت؟ والفايب هكا اتراكتيف على الاخر. وهذو هما 9 نصائح اللي حبيت نعطيهم لك كانك ما بين 13 و 18 باش نجم تعديهم احسن سنين من حياتك وتعمل هيد ستارت على مدادك. وانا الحمد لله عطاهم لي خويا ياسين وانا صغير، وهيك علاش 5 سنين هذم قاعد نعدي فيهم احسن سنين من حياتي. وهيك علاش نعمل في الفيديو هذا باش حتى انت تستفاد وتعدي سنين هذم احسن سنين في حياتك. وكانك استفدت من الفيديو تحب تعمل عليه مزيه اكتب كومنت فيه ثانكس ياسين، خلينا نشكروه، خاطر احنا في الشان هذه كي انسان يفيدنا ويعاوننا نشكروه. كان عجبك الفيديو عم سبسكرايب، وكان تحب برا شوف الجول جدر سيستم تاعي في الديسكربشن. باي.